النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده اول فيديو من سلسله لايف هاكس. هو احنا عملنا فيديو زيه قبل كده بس ما كانش زي ده احنا نعمل تجارب اللي فات كنا بنتكلم. والفيديو اللي فات هسيب لك اللينك بتاعه تحت، ما تنساش تشوفه، لازم تشوفه عشان ايه حياتك هتتغير 360 درجه، هترجع زي ما كنت يعني. طبعا بمناسبه ان احنا داخلين على الصيف والجو هيبقى حر والواحد مش هيبقى طايق نفسه، جايب لكم حاجات هتخليكم تعيشوا الصيف كانه احلى صيف يعدي عليكم في حياتكم. في تجارب كتير هنعملها النهارده هتسهل عليك حياتك في الصيف وهتخليك عايش منتعش فريش. يعني التلج هو اساس الفيديو ده. طبعا زي ما انت عارف في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتسبسكرايب، وبعد ما تخلص الفيديو تكتب لنا كومنت برايك، ولو عندك اي فكره تكتبها لنا تحت في الكومنتات. وبس يعني مش هطول عليكم، يلا بينا نخش على اول خدعه. يعني التلج زي ما احنا عارفين ان هو حاجه اساسيه في حياتنا، بيتعمل بيه حاجات كتير، ممكن تحطه في العصير، تحطه في البيبسي، تعمل بيه ايس كوفي، حاجات كتير كتير. كل ده هاك. فيديو النهارده هعلمك خدعه جامده للتلج هتعجبك فل الفل. وطبعا معروف ان انت لو حطيت تلجتين على بعض التلج هتقع، مش هتبقى ثابته. انا بقى اقول لك خدعه جامده تخلي التلج يقف فوق بعضه من غير ما يقع، وممكن كمان تبني بيه بيت. لو عايزين نبني بيت بالتلج، اكبر بيت في العالم من التلج، اكتبوا تحت في الكومنتات وهتلاقوا الفيديو عندكم بعد بكره. اول حاجه تعملها تسرق البتاع بتاع التلج من فريزر الست الوالده وتطلع تلجتين ثانيه، وتجيب طبق تعمل عليه عشان ما تطردش بره البيت النهارده. الفكره كلها يعني كمان عامله كده ليه؟ ثانيه. درع مليون اهو. بص، اول حاجه انت هتجيب شويه ملح وهتجيب تلج. طلع التلج كده. طب ده يطلع ازاي ده بقى؟ جيب حاجه تطلع بيها التلج عشان كده ايه. اول حاجه تعملها تجيب حاجه تطلع بيها التلج من جوه عشان طب يعني ما شاء الله التلج كله اتكسر وما اتلجش حلو. يا فرج الله، اول تلجه. حلو. طلعنا 3 تلجات. اول حاجه بقى هنعملها النهارده هنجيب التلجه كده. انت لو جبت تلجتين وحطيتهم على بعض هتقع. فتعالى بقول لك خدعه جميله. هتجيب تلجايه كده من تحت، تحط عليها شويه ملح، تجيب تلجايه تانية تحطها من فوق، اول حاجه احنا عرفناها انك لما تحط تلجتين على بعض هيمسكوا في بعض وهتبقى ماسكه نفسها. يعني انت ممكن تعمل حاجات كتير بالتلج ده وتخش موسوعه جينيس مستنيك. انت ممكن تقول دلوقتي لازمته ايه حوار التلج والملح ده؟ اقول لك معرفش، ملوش لازمه اصلا، بس انت تسلي نفسك. ممكن تقعد تبني بيت، تعمل حاجات كتير. لو عايزين نعمل اكبر بيت بالتلج رايك في الكومنتات. نروح نودي التلج والملح ونيجي نعمل التجربه التانيه. في تجربه تانيه عشان تخلي ريحه البيت حلوه. اول حاجه هتجيب طبق. الخطوه اللي بعدها هتجيب قهوه وهتجيب طبق فيه ميه ساقعه وهتجيب بتاعي عشان تضربهم بيها، وهتجيب ينسون وده انا معرفش اسمه، ما علينا. اول حاجه هتعملها الميه دي تمام، هتحط فيها شويه قهوه اهي، مش كتير عشان ايه. بعد ما تحط شويه قهوه ترمي الطبق ده بعيد. هتجيب شويه ينسون وهتحط فيها البتاعتين دول. اللي يعرف اسمها يكتب تحت في الكومنتات. بعد كده هتعملهم في بعض. والله ريحتهم رايقه، يعني مش عارف اوصف لكم الريحه بس بجد جامد. بعد ما نخلص المعجون السحري بتاعنا، مش عارف مش ظاهر لكم، بعد ما نخلصه انت هتحطه في اي حته لمده 10 دقايق بس، هتلاقي ريحته فاحت في المكان كله. دي برضو تركايه
تستخدمها كده. بعدها هتجيب البتاعه دي بتاعت المعطر، بس انا منضفها، وهتجيب ده كده تعمل كده. تمام اهو. اللي مش هيجربها فايته نص عمره. اللي بعده، طب بص بقى، دي هتجيب بتاع شفافه زي دي. تمام. طب تمام هو مش تمام. بص معايا، هتجيب سلسله زي دي بس فيها البتاعه دي اللي هي بتنور، بس دي بايظه يعني، المفروض كانت بتنور في الضلمه. يعني بصوا ما بتنورش، النور الازرق اللي انتوا شايفينه ده بتاع الليد اللي هنا. تمام. المفروض هنعمل ايه؟ هنقطعها كده وهتطلع البتاع اللي جواها. بص كده هي بقت دي لوحدها، وفي ميه اهي، هتحطها جوه الميه وتسيبها لفوق. ثانية انشف ايدي اوريكم. هخليك تعمل احلى لمبه في العالم. مش مصدقني؟ هتشوف لوحدك. يعني بصوا، ده الميه مليانه على اخرها. هل تعلم بقى ان التجربه اللي انا لسه موريها لك دي انت ممكن تعملها في اي حاجه؟ انت لو جبت برطمان كبير كده، حطيت فيه اي حاجه، مثلا اي حاجه بتاعتك، لعبه صغيره، اي حاجه، وحطها في الفريزر تلج شويه، بعد كده تطلع التلجه من بره كده تمسكها، هتبقى حاجه خرافيه. هي ملهاش لازمه بس ممتعه، تسلي نفسك في الصيف بس. طب ايه بقى الفكره من دي؟ دي هتتحط في الفريزر يعني شويه صغيرين، مثلا ساعتين. انا قلت صغيرين بس مش للدرجات يعني. هنحطها ونسيبها شويه، وهاجي اوريك النتيجه في الاخر. النتيجه عامه هتبقى ايه؟ هتلاقي البتاعه كلها بتنور. مش مصدق؟ طب هتشوف. وفي تجربه تانية، لو انت عندك شوربه فيها دهون كتير، ازاي تتخلص من المشكله دي؟ حلك عندي. اول حاجه هتعملها، هتحط تلجاية على معلقه، وتنزل المعلقه تمشيها في الشوربه كده وبس، الدهون هتروح. شفت سهله ازاي؟ هي سهله بس انت اللي مصعبها. ولو عندك برضو خلاط مش نضيف، ممكن تحط فيه تلج وملح وتضربهم، هتلاقي الخلاط نضيف. وبرضو لو عندك نبات ممكن تحط التلج في الطين، يعني الميه هتسيح لوحدها، وهو بس كده مش هيحتاج حاجه تاني. وبس يعني دي لايف هاكس في التلج. اللي بعده في تجربه تانية، هتتلج ازازه ميه في الفريزر، يعني هتملى ميه تحطها في الفريزر، بعدها بشويه تطلعك متلجه كده، وبعدها تجيب مروحه وتحط الازازه قدامها، واحلى هوا على فخادك، واحلى هوا وتمتع، وجو حلو، ومفيش حاجه اسمها حر اصلا مع عملته. عارف بقى لو انت جايب بيبسي وسخن خالص وعايز تسقعه بسرعه في 10 دقايق بس، حلك عندي. هتجيب البيبسي وتبل مناديل كتير تلفها حواليه، وتحطها في الفريزر 10 دقايق بالظبط، هيطلع لك احلى بيبسي مشبر ومتلج. بس طبعا البيبسي مقاطعه اوعى تجيب. اي حد بيعاني من مشكله الموبايل وبيسخن في الصيف، حلك عندي. هتجيب كيس تحط فيه الموبايل وتربطه، بعد كده هتجيب كيس تاني تحط فيه تلج، وتحط الكيس بتاع الموبايل جوه التلج، وتحطه في الفريزر، او بلاش حته الفريزر دي، هتسيبه في اي حته شويه قدام المروحه، في اي حته الموبايل هيطلع يقول لك انا مش عايز تبريد تاني. في تجربه تانية، هتسرق برطمان من عند ست الوالده برضو، وهتجيب تلج تحط التلج جواه، هتسيبها قدام مروحه ستاند يعني بالظبط ربع ساعه، هتلاقي الميه كلها تلجت. ما تسالنيش ازاي، جربها وهتشوف بنفسك. انا دلوقتي عشان مش عارف افتح المروحه عشان التصوير والصوت، بس جرب، لو ما نجحتش عليا. او تحط جواه عصير وتلج عادي، مش هتفرق، كله هينجح. طب ايه، مش ناوي تعمل لايك؟ وبرده كنا عاملين اغرب مشروب في العالم، سيب لك اللينك تحت، متنساش تروح تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده. لو عايزيننا نكمل من السلسله دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ما تخافش احنا لسه ما خلصناش، واستعدوا عشان في سلسله دمار جايه. وهقول لك بقى خدعه مني ليك، تستخدمها على طول هتظبط معاك وهتخليك فريش. هتشتري بخاخه من عند اي محل عطاره، اي محل منظفات، بص هتلاقيها في اي حته، ما تتحججش. بعد كده تحط جواها شويه ميه ورد، وتحط فيها تلج، واستمتع. رش على وشك كل ما تبقى حران، يا لهوي. في فكره تانية برضو، انت ممكن تعمل سلطه فواكه، تجيب كذا نوع فاكهه تقطعهم تحطهم في طبق، تثلجهم في الفريزر، هيطلعوا فريش ورايقين. بس اهم حاجه الميزانيه، لان الميزانيه صفر. سيب لكم رقم فودافون كاش تحت اهو.
واللي بعده هتجيب نفس البخاخ تحط فيها تلج وتحط فيها خل وترش على اي حاجه، شاشه كمبيوتر، شاشه موبايل، ازاز، على الترابيزه، اي حته، وهتنضف الشاشه كلها وهتنضف كل حاجه. شاشتي بس هتنضف اي حاجه ترش عليها، لان الخل مع التلج هيدوك انعاش. يعني الخل هيبقى ساقع، فانت لما ترش انت كده بترطب على الازاز، بترطب على الكمبيوتر، بترطب على الموبايل، بترطب على اي حاجه، شاشه التلفزيون، ترابيزه، اي حاجه هتلاقيها تلج وهتستمتع في الصيف. وفي تجربه تانية بتقولك ازاي تخلي التلج شفاف. ده ازاي ده؟ بص، هتخش تجيب براد. بص، انت هتغلي ميه على النار، بعد ما تغلي الميه هتحطها في البتاع بتاع التلج، بعد كده تسيبها في الفريزر شويه تتلج، تطلعها هتلاقي التلجه شفافه. انت ممكن تحطها كده تشوف من وراها عادي. يعني كده احنا في الفيديو ده جربنا تجارب كتير، وبرده قلت لكم حاجات ما جربتهاش لان مش عارف اجربها دلوقتي، بس ممكن اعمل لكم بارت 2 واجربها لكم واقول لكم النتيجه بتاعتها. لو عايزين جزء تاني من الفيديو ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هعمل لكم جزء تاني بس بقى مش هيبقى بالتلج. احنا عملنا لايف هاكس بالتلج، هعمل لكم لايف هاك بالاكل. هنجيب فواكه وهنعمل بيهم خدع للاكل. يعني ممكن نجيب بطيخه وهنعمل فيها زي، مش هقول لك عشان ما تحرقش عليك، هسيبك بقى تنزل سبسكرايب عشان تشوف الفيديو اللي جاي. الايميل تحت اهو في الديسكربشن، انزل خده وخش كلمني قول لي عايزك تعمل لي اعلان ب $100,000، هقول لك طبعا ماشي، مش هقول لك لا. يعني دي حاجه ما يتقالش عليها لا. يعني $100,000 انت عارف انت بتتكلم في ايه. لو عايزني اعمل لك اعلان ب 500,000 جنيه انا مستعد، انا مستعد، انا ما عنديش مانع. انا بقبل الارقام الصغيره عادي. بس بكده نكون وصلنا للفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس واكتب لي كومنت برايك. وما تنساش، يعني الكومنت ده اهم حاجه، انتوا جزء من الرحله اصلا. ازاي ما تعملش كومنت؟ لازم تنزل تعمل كومنت وسبسكرايب، وهسيب لكم لينك قناه الواتس تحت في اول كومنت مثبت، خشوا فيها عشان هناك هاخد رايكم في افكار الفيديوهات، نتكلم مع بعض. وبس يعني خليك عضو مميز في عيله الماجنمز. وانتظروا ادشمل الفيديوهات على اليوتيوب كله. سلام.